لما بدأت التجربة في برلمان 2011 آسف، الإخوان المسلمين خدوا 45 وإخواننا السلفيين خدوا 25% أو 24 يعني 25%. ضموا على الإخوان وعشان يعملوا مجلس متوازن. كان رؤية السلفيين إن المجلس المتوازن لازم تجيب فيه مجموعة من الأحزاب المدنية كوكيل للمجلس في الأمانات المختلفة. وكان رأي الإخوان وبالتحديد الرئيس محمد مرسي، أنه كان مسؤول هذا الملف آنذاك قبل أن يترشح للرئاسة، كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة ومسؤول هذا الملف، أنه لا إقصاء المدنيين على الإطلاق، عشان الناس بس تعرف شخصية هذا الرجل. كان مع فكرة الإقصاء تماما، لا عضو في حزب مدني يبقى موجود، لا رئيس مجلس الشعب ولا عضو ولا في أي حته. ده رأي الدكتور مرسي شخصيا. وده اللي قاله للمهندس أشرف ثابت اللي كان بيتفاوض باسم حزب النور. المهندس أشرف ثابت راح للمهندس خالد الشاطر وقال له ما ينفعش، ما يصحش، احنا داخلين بمنطق احنا عقب ثوره واحنا عايزين نلم الناس كلها، وبيقولوا الاسلاميين بتوع اقصاء وبتاع. المهم قال له روح قول الدكتور مرسي خرج بيقول لك اعمل كذا وكذا. وكان حل وسط انه يدخل عبد العليم بتاع الوفد ووكيل ومجموعه في اللجان الاخرى. ده المهندس اشرف ثابت، ده المهندس اشرف ثابت اللي حكى لحضرتك ده في مكتبي قال لي هذا الكلام. التمكين دي فكره اساسيه في الجماعه. طب عشان تمكن لازم ايه؟ اذا صلب او عصب النظام موجود في وظيفه اسمها رئيس الجمهوريه، اذا يجب ان تتقدم لهذه الوظيفه، مش يجب وبس، ويجب ان تقاتل من اجل الحصول على هذه الوظيفه. فقاتل من اجل الحصول، قاتل بالمطابع الامريه، وقاتل بمنع الاقباط من الذهاب للانتخابات، وقاتل بالقلم الذي ينتهي فور التعليم به، وقاتل بالزيت والسكر، وقاتل حتى خد وقاتل بالامريكان وبالاعلان الساعه 4 الفجر وقت ما صباح الخير يا امريكا الساعه 8 الصبح. قاتل بكل ذلك حتى وصل الى الرئاسه. باقي له قتال واحد، اذا كسبه هذه البلد سفينه هذا الوطن ركبها الإخوان وعبروا بها المحيط، وهو الانتخابات البرلمانية القادمة. وهذا ما يقوله خالد الشاطر نصا في الاجتماع الأخير. أنا كان عندي 4 حاجات، خدت 3: حكومة وبرلمان ودستور ورئيس، لأن الرئيس صلب الموضوع. خدت الرئيس وخدت الحكومة وخدت البرلمان، وباقي لي استكمال المربع الذهبي وهو البرلمان. وعشان كده سأقاتل من أجل إن أنا آخد 60%، حتى لو حدث ذلك بالتزوير، إن أنا قبلها ب3 4 أيام ألم البطاقات وأدفع زي ما هم عايزين، وأسير الناس في الريف وفي القرى لانتخاب الإخوان. ناس كتير جدا يهددوا الناس، يقول لك ده الإخوان هيخلوها دم، ده الإخوان مش هيمشوا من غير دم. وأنا أقسم بالله العلي العظيم من هذه المنصة أن الإخوان أحرص الناس على التنظيم. كنا طول عمرنا، واسأل أبو العلا ماضي، واسأل عصام سلطان، واسأل عبد المنعم فتوح، خلافهم كان اللي هو دلوقتي ما أصبحش خلاف مع الجماعة حوالين أن الجماعة تعلي من قيمة التنظيم على قيمة المشروع. إذا كان المشروع هو تربية الأمة وخلق جيل جديد يؤمن بالفكرة الإسلامية، وهو بعد كده يروح ينتخب ويروح يحرر ويروح يعمل، تفضله على بناء التنظيم. طب إذا حست للحظة أن هذا التنظيم معرض للخطر، إذا حست أن الصدام في الشارع سيولد صقرا بينها وبين المواطنين وبينها وبين الجيش، سينهي هذا التنظيم إلى الأبد في مصر. ستفضل التراجع خطوات وتقديم الرئيس كبش فداء على أن تصطدم بالناس وتنهي تنظيمها إلى الأبد، ولن تريق نقطة دم واحدة. بل بالعكس، لو أقدم أحد من الجماعة الإسلامية ولا الجديين هيقولوا اللي قاله حسن البنا زمان: ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين.